صرح الإعلامي الجزائري حفيظ الدراجي أن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، مؤكدا أنه حرم من هذا التتويج للمرة الثانية على التوالي بسبب السيطرة النيجيرية على الجائزة في الموسمين الماضيين، حيث توج أديمولا لقمان وزامله في المنتخب النيجيري أوسيمين بالجائزة خلال الموسم الأخير. وفي مقال نشره على موقع صحيفة القدس العربي، عبر الدراجي عن استيائه من نظام الجوائز الفردية، مشيرا إلى أن المعايير التي تعتمد في اختيار الفائزين تبقى مثيرة للجدل، وخاصة بالذكر جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى جوائز الفيفا للأفضل، مشددا على وجود تناقضات واضحة في آليات الاختيار. وأوضح الدراجي في مقاله أن الجدل حول الجوائز ليس جديدا، مستشهدا بما حدث هذا العام